هادشي اللي كنقول لكم ماشي شي حاجه جديده ولا شي حاجه اللي ما كايناش. السلام عليكم، صباح بخير، نتمنى تكونوا بخير. تابعوا معايا السبوره، وهذا الدرس هذا ماشي ديال الامتحانات. تابع معايا مزيان وركز مزيان، ولا باغي تستافد بطبيعه الحال ما عليك الا تهبط تابونا لاشين. هذه اول حاجه. ثاني حاجه، هذا الفيديو بزاف الناس كانوا كيتسناوه، بزاف الناس كانوا كيسولوا عليه، واليوم ان شاء الله غنعطيكم هاد لي كات خفيه بالنسبه لي انا، كنسميهم دوك الرجلين الربعه ديال العطابل. هما في الاصل هما اربعه ديال الحوايج اللي خص يكونوا فيك باش تكون ناجح في حياتك. المهم، بسم الله على بركه الله، لانترو ونبداو. السلام عليكم. المهم اليوم بغيت ندوي لكم على هاد 4 النقاط اللي كنتمنى ان شاء الله ماشي يعجبوكم، اللي كنتمنى انهم تخدموا عليهم، لانهم الا ما كانوش في الاصل راه بطبيعه الحال ما تقدر توصل حتى شي هدف، ما غتحقق حتى شي هدف في حياتك. وبدايه تسطير الاهداف كتبدا من دابا. كيف كنعرفوا عندنا اهداف المدى القريب واهداف على المدى البعيد، غادي نطلقوا لها، ولكن قبل ما تسطير الاهداف خاص يكونوا فيك هاد 4 الحوايج. انت ولا انت اللي كتشوف هذا الفيديو اليوم، بلا شك كتقول مع راسك الا بغيت نوصل لواحد الهدف في حياتي اشنو خاصني ندير. اول حاجه خصك تطرحها، أو اول سؤال خصك تطرحه على راسك هو: انا بعدا اشنو خاصني ندير؟ ولا انا بعدا اشنو بغيت؟ ولا كيفاش غادي ندير داكشي اللي بغيت ونكون مرتاح فيه؟ المهم اليوم غادي نعرفوا باللي التاثير ديال الوسط اللي كنعيشوا فيه عامه راه عنده واحد التاثير كبير في حياتنا. هاد لي كاتخبي اللي هما ساهلين ومعروفين وكنتعايشوا بهم في حياتنا اليوميه، ولكن ما كنركزوش معاهم، ما كنعطيوهمش البال اكثر باش نقولوا بالفعل راه هادو هما الحوايج الاساس اللي خاص يكونوا عندنا. 4 ديال الجوانب مهمه واساسيه، واولها مهم. هذا اول حاجه خصك تكون عارف، حيت لا طابل عندنا باش تكون واقفه خصها تكون 4 رجلين، ولا كانت 3 غادي تبقى تميل شويه، الا كانوا جوج غطيح هاك ولا هاك، ولا كانت وحده راه ما يمكنش توقف. الو، هذوك 4 رجلين هما اللي كيعطيونا داك التكامل ديال كل وحده. اول جانب اللي غنبدا به اللي هو الجانب الاجتماعي، وانا كنركز على هذه بديت بها الاولى لانها مهمه بزاف في حياتنا اليوميه. والجانب الاجتماعي هنا عنده كيسيبلي علاقتك بالاخص مع الاهل ديالك. كيفاش داير العلاقه ديالك مع الاهل؟ كيفاش داير علاقتك مع امك؟ كيفاش داير علاقتك مع باك؟ كيفاش داير علاقتك مع خوتك؟ وكيفاش داير علاقتك مع عائلتك، يعني ولاد خوالك ولاد خالتك؟ يعني هذا الجانب هذا مهم بزاف. كيف كنقولوا الا خدينا العبره غير بالمنتخب الوطني، كنقولوا دابا دير النيه ارضى الوالدين. يا سلام. فعلا رضا الوالدين مهم بزاف. خصنا دائما نقلبوا على الجانب الاجتماعي، هذا الشق هذا، احترام ديال الاهل، مساعدتهم، تكون معاهم في السراء وفي الضراء. هذا هو الجانب الاجتماعي الاساسي. انا عزيز عليا نبدا بها. هاد 4 درجات كيكونوا كاملين، وحده كتكمل الاخرى، ما فيهمش هذه الاولى ولا هذه الثانيه. غير انا عزيز عليا نبدا بهذه النقطه اللي هي عندها مع العلاقات الاجتماعيه. تكون سوسيال في حياتك، كون اجتماعي في حياتك، حاول تبحث عن الثقافات الاخرى وتندمج فيها باش تزيد من المعلومات ديالك. الجانب الثاني اللي هو بطبيعه الحال الجانب الفكري. وكيف كنعرفوا انه بدون مستوى ما تقدرش تحقق مجموعه من الاهداف في حياتك. الا بغيتي تولي غير دكتور خصك توصل لواحد المستوى، بغيتي تولي شرطي خصك توصل لواحد المستوى، بغيتي تولي مهندس حتى هي عندها واحد المستوى معين. وقد ما قريتي قد ما كان مزيان. ما كنقصدش القرايه ديال المدرسه، لا، هذيك شي حاجه كنعتبروها مشروطه في الحياه، ولكن كاين الجانب الفكري اللي مهم، اللي هو انت وطريقه البحث ديالك. انت واش كتقرا شي كتب؟ واش كتقرا شي قصص؟ واش كتبحث على معلومات في مجلات؟ هذا هو الجانب الفكري المقصود به، ماشي المدرسه. المدرسه ملزمه عليك انك غادي تمشي ليها باش تدوز واحد الامتحان، ولكن في الحياه واحد الجانب فكري في شق ثاني ما غدوزش فيه امتحان. الامتحان اللي غدوز فيه هو حياتك. ملي غتوصل لواحد لو نيفو، ملي غتريح مع واحد الناس، كيفاش غتهضر معاهم، كيفاش غتواصل معاهم، كيفاش غتحلل الهضره ديالهم. هنا فين كيجي الدور ديال القراءه. يعني قراو، الانسان
قد ما قدر يقرا كتب مزيان. كيف كنعرفوا؟ كتاب الله هو الاول، عارف كتقول لي كتاب الله في كومونتير هذاك راك مفروض عليك. ولكن كاين شي حوايج اللي كينميو الفكر ديالك باش تنفتح على مجموعه من الثقافات. خصك تقرا كتب، قرا روايات، قرا قصص، قرا قصص رياضيه، قرا قصص عندها عبره. المهم شي حاجه اللي غتخليك ديما كتقلب على حاجه جديده. حاول تقرا، حاول تقرا. وهذا هو الجانب الفكري المقصود به اننا نقراو ونتعلموا حوايج جداد في حياتنا باش نبقاو دائما كنستعدين لاي تغيرات. لان الحياه دابا راكم شفتوا راه الاي اي دار روينه في العالم. الذكاء الاصطناعي جعل غفله. الانسان خصو دائما يقلب ويبحث اكثر في اكثر. الجانب الثالث، الجانب العاطفي. الجانب العاطفي، لا لا سيدي، ماشي مقصود به داكشي اللي على بالك. الجانب العاطفي هنا مقصود به هو حب العطاء. ركز معايا مزيان، راه لما كنتيش كتفكر وكتجي دائما بالغايه ديال انك غادي تعطي، عمرك غادي تاخذ، عمرك غادي تاخذ. لان الله سبحانه وتعالى امرنا ووصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدقات. وهذا هو الجانب العاطفي. الجانب العاطفي خصك ديك العاطفه ديالك او داك الحب ديالك يكون فيه حب العطاء دائما. كيف قلنا في الاول، في الجانب الاجتماعي عندها علاقه بها كبيره. تكون سوسيابل في الحياه، تكون اجتماعي. وباش تكون اجتماعي خصك تكون عزيز عليك دير الخير، يكون عزيز عليك دير مبادرات من عندك، سواء عندك ماديا او ما عندكش. ما كيشرطش عليك غير يكون عندك الفلوس باش تسمى صدقتي او عطيتي. راه فقط ابتسامه هي عباره على صدقه. جبر الخواطر، باش تجبر الخاطر ديال واحد الشخص او حيوان في الطريق تهلا فيه، راه حتى هي جانب عاطفي كبير. يكون عندك حب العطاء في جميع التوجهات. شي نهار تكون جالس مع راسك وتحس براسك كيف ما كنقولوا بديتي كتكتئب وكتحس براسك متزمت تلقى جالس غير بوحدك، عرف باللي راه عندك واحد المشكل، هو انك ما كتعطيش من عندك. نهار غتكون كتعطي من عندك عمر ربي غادي يخليك. نهار غتكون تعطي من عندك غتكون جالس ما حاس ما ضان، حتى ربي كيرسل لك عبر الجنود ديالو شي حاجه اللي غتحل لك العينين على بزاف د الحوايج. وانا هنا 100% غتكونوا متفقين معايا، لانه الناس اللي غتكون عندهم تجربه في هذه النقطه هذه غيخليوها لكم في التعاليق وغادي تشوفوها. حب العطاء هو الجانب العاطفي الرئيسي في الحياة. ما تبقى كيجيب بوحده. آخر عتبة أو آخر رجل ديال الطابلة اللي هي الجانب الروحاني. الجانب الروحاني بزاف غادي يسمعوها غادي يقولوا وانا كنصلي، انا كنزكي، انا كنصدق، انا مسلم. لا 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 لا، هادشي الحوايج، هاد الاشياء هادي شي حاجه مفروضه عليك، خاصك ديرها بغيتي ولا كرهتي. الجانب الروحاني هنا وهو علاقتك مع الاخرين. المقصود بها افعالك، كيفاش كتعامل مع الناس. المقصود بها انت كيفاش كتعامل مع التغيرات اللي كطرا في الحياه ديالك. الوغ باش يكون عندك جانب روحاني جيد خصك انت تحسن. داك واحد المثال، غالبا كتشوف واحد الشخص اللي طيب في الحي عندكم، الناس كلها كتشكرو مزيان، الناس كلها كدوي فيه بالخير. هذاك الولد الله يعمرها بقى. كتجي واحد السيده اخرى كتقول لك هذاك الولد تبارك الله عليه. هذاك علاش؟ وملي انت كتجي تشوف كتقول مالو شنو غيكون كيدير كاع، شنو غيكون كيدير. هذاك كتلقى قلبه مصفي وقلبه نقي، ما في قلبه حتى شي حاجه د الغدر، ما في قلبه حتى شي حاجه د الغش، ما في قلبوش ذره
ديال الفكر باش يضر شي واحد فقط. هذا الشيء عنده غايه كبيره باش الناس تبقى دائما تنعتك بكلام مزيان. وكتلقى العكس، واحد الشخص اللي تلقاه ديما لابس مزيان ويخرج مقرفه والكارطابل وغادي في الطريق ويتعامل بواحد، وكتلقاها الهضره عليه والله ما كتكون مزيانه. علاش؟ حقاش كان ملي كنرجعوا للماضي ديالو او كيفاش كان او كيفاش كيتعامل مع الناس، كتلقى باللي كيف كنقولوا حنايا ما كينزلش للارض، ودائما داك التعالي. داكشي علاش حاول تنقي من الروح ديالك وتخلي الافعال ديالك مع الناس تكون دائما مزيانه، ونحسنوا النوايا. شوف، تكون كيما بغات تكون. اللي عطاني الخير نعطيه الخير، واللي ضرني نعطيه جوج المرات الخير. واحد النهار غادي يجي وغيجلس مع راسو وغيتحاسب مع راسو. اقسم بالله لا بالتجربه. عارفين دابا وين عايشين في واحد الظروف ديال الحقد والكراهيه، وانا دار فيا الشر والله ما نخليها فيه، وداك حب الانتقام وداك. لا لا لا، انا والله ما كنتفق مع هذه القضيه هذه. شوف، وان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. سهلات الحكايه. الا حبسنا هنا غنكونوا فهمنا المغزى من هاد لي كات بوين كاملين. اذا الاخوان، نتمنى هاد لي بوين يكونوا يعجبوكم وتكونوا استفدتوا معايا. هادشي اللي كنقول لكم ماشي شي حاجه جديده ولا شي حاجه اللي ما كيناش، راه غتقلبوا لي فيديو غتلقاو بزاف د الحوايج عندهم نفس الموضوع، ولكن كنتمنى غير نكون انا وصلت لو ميساج بواحد الطريقه اللي سلسه وسهله. تهلاو في راسكم. كيف كتعرفوا صوفيا فاميلي ديما كيرحب بكم. تابوناو في القناه جيم، خليوا لي التعاليق، خليوا لي التساؤلات ديالكم، وغادي نخلي لكم الانستغرام ديالي هنايا. اللي بغى يدخل عندي راه كنلوح فيه مره دي ستوري، مره كندير دي فيديو قصار كيكون عندهم بعض الافكار ايجابيه. ما كاينش الافكار السلبيه في الحياه، كاين الايجاب والايجاب. ودير في بالك، الا ما نجحناش اليوم راه غننجحوا غدا. تهلاو في راسكم.